السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتابع قناة شواتم زينب الفارسية، فيديو جديد ان شاء الله على قناتي. نتمنى ان شاء الله يلقاكم باحسن حال واحوال. فخيضات واجنحة الدجاج مشويين في الفرن بتتبيله اللي خطيره غتنال اعجابكم ان شاء الله. كما كتشوفوا عندي هذه الكميه ديال الاجنحه والفخيضات اللي مغسولين بالطبع مزيان ونشفتهم، يعني تستقطروا من الماء. وبالنسبه للتوابل انا مهم الان نعطيكم الحاجه الاساسيه اللي خاصها تكون. انا وضعت بعض اللمسات ممكن انكم نتوما ما ديروهاش، بحال درت هنا الملحه، درت واحد بالتوابل ديال البصله ديال الحوت، درت التوابل ديال الفرماج، البابريكا فومي يعني الفلفل الاحمر مدخنه، بودره ديال الثوم، بودره البصل عفوا هنايا السودانيه ما غنديرهاش كلها لان مازال غنزيد حتى الهريسه. بالنسبه اللي كيبغي الحار ممكن يديرو، اللي ما كيبغيش ممكن يستغنى عليه. هنا الثومه درت 4 الفصوص. هنا عندي كيلو ونص ديال الفخيضات والجنيحات. كما كتشوفوا الهريسه وضعتها هدا معلقه صغيره ديال الطماطم يعني ديال المطيشه، كذلك المطارد. يعني هادشي راه قلت لكم ممكن هاد اللمسات كلها تستغناو عليها. اللي مهمه هو زيت الزيتون توضعوها او الزيت اللي بغيتو، والليمون العصره الحامض لان كيتواتى مع الدجاج، والثومه، الملح. والعنصر الاساسي اللي غادي نوريه لكم هنا كتلاحظوا انا زدت حتى معلقه العسل اللي باش يعطي هذيك التعليكه. والعنصر اللي بغيتكم تضيفوه هو دانون مسوس. يعني دانون مسوس كيجيب التتبيله اللي زوينه بها، غتخلطوا هاد التتبيله كلها يعني كيجيب كل شيء ما شاء الله. يعني راه واحد المذاق رائع. يعني من بعد ما غتبلوها غتغطيو لها بالبلاستيك الغذائي، اما تكونوا وجدوها ليله يعني قبل بليله، ولا في الصباح وتوجدوه للغداء اللي بغيتو. صدقوني وجبه لذيذه كتجي يعني كوجبه عشاء او وجبه غداء. كتوجدوها هكا كتحطوهم على صفيحه الفرن هكا مستفين وكتدخلوهم. ربع ساعه الاولى حاولوا تحطوا عاد بابي كويسون من الفوق كما تلاحظوا معايا، وربع ساعه الثانيه حيدوا لها كيكون محمر. النتيجه ديالو بحال انكم شويتوه على الفاخر، كيجي بنين ولذيذ. ونتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، راه غتنال اعجابكم. وصلنا لتالي لا فيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.